قمت من النوم مفزوعة على صوت صريخ جامد جاي من ناحية حمام اللي في آخر الدور. خرجت من الأوضة ولقيت كل الأوض بتتفتح والناس كلها خايفين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. رحت ناحية الحمام وأول لما الصورة وضحت قدامي الحمد لله أخيرا هحقق حلمي وأدخل الكلية اللي بتمناها. الحمد لله تعبي ما راحش هدر. دي كانت كلمات صاحبتي كريمة لما نتيجة الثانوية العامة ظهرت. مع الأسف ما دخلناش نفس الكلية وكمان مش نفس الجامعة ولا حتى نفس المحافظة، بالرغم إننا من زمان وإحنا متربيين وكبرنا مع بعض. ومن بعد ما كل واحد فينا دخل كلية شكل، الأيام بعدتنا عن بعض وما بقيناش نعرف أخبار بعض غير صدفة. اتخرجت وكملت في حياتي، وفي يوم كنت معزومة على فرح وهناك كان في معازيم كتير، وببص بالصدفة كده ألاقي صاحبتي كريمة ومعاها أهلها. رحت أسلم عليها وكنت متلهفة فعلا أشوفها، والغريب إنها شافتني وكانت في عينيها نظرة انتي مين. ما تعرفتش عليا غير لما مامتها سحبت ايدي وسلمت عليا جامد، وقعدنا نتكلم بعد كده. وكريمة ملقتش منها غير صمت غريب وسرحان، وتبص فوقها فجأة وتبص بعد كده في ركن من أركان القاعة وتبتسم. سألت مامتها، قالت لي إنها بقالها 4 سنين على الحال ده، مش عارفين مالها. ده غير إنها صدمتني لما قالت لي إنها بتسقط كتير ولحد دلوقتي ما اتخرجتش من الجامعة، بالرغم إنها كانت من الناس المتفوقة من بين زمايلنا زمان. خلص الفرح وسلمت على مامتها وعليها ووعدتهم إني حاجة أزورهم في يوم، ومن بعدها الأيام خدتني ومعرفتش أروح. طبعا كلام مامتها كان ما يتصدقش، وكان باين قوي إن مامتها بتكذب، لحد ما في مرة مامة كريمة اتصلت بيا وقالت إن كريمة تعبانة قوي في المستشفى وطلبتك بالاسم، عاوزة تشوفك ضروري. وكانت مامتها منهارة من العياط وهي بتكلمني. سبت كل حاجة ورحت لها جري. لما رحت عرفت إنها مش عايزة حد يدخل يشوفها غيري، بالرغم إن بقالنا سنين بعاد عن بعض. دخلت الأوضة وقفلت الباب. أول لما شفتها اترعشت واتفاجئت من شكلها. كانت بشرتها بهتانة وعينيها تحتها اسود جامد، ولما قربت اكتر لقيت عروق جسمها ظاهرة وكان لونها اسود وشعرها معظمه مش موجود. استغربت من شكلها واترعبت، بس كتمت جواي واتكلمت. قلت لها عاملة ايه يا كريمة؟ الف سلامة عليكي، مالك بس يا بنتي؟ بصت لي بعين كلها حسرة وضعف وقالت لي احنا ليه بعدنا عن بعض؟ قلت لها الايام والمشاغل اخدتنا من بعض بس. قالت لي وعينيها مليانة دموع، ليه بعدتي عني في اكتر وقت انا محتاجاكي فيه؟ عيني دمعت وفضلت اقول لها مالك بس احكيلي. قالت لي انا جبتك مخصوص علشان انتي الوحيدة اللي هتصدقيني ومش هتحكمي عليا ولا هتسأليني اسئلة وهتسمعيني للاخر، وكمان علشان لو حصلت لي حاجة تكوني عارفة اللي حصل لي. اترعبت من كلامها وقلت لها بغضب بعيد الشر عنك، ليه تقولي كده؟ قالت لي انا حاسه بكده وعاوزاكي تسمعيني وهحكي لك على اللي حصل لي. قلت لها قوليلي انتي وصلتي ازاي لكده؟ وحكت كريمه كل اللي حصل لها زمان. قالت انها دخلت كليه حاسبات ومعلومات بس محافظه تانية بعيده عنها، واضطرت انها تروح تسكن في سكن الطالبات اللي تبع الجامعه. وطبعا في الاوضه انتي بتقعدي مع بنات غريبه ما تعرفيهمش، وكنا 4 بنات، انا وانجي وياسمين وسمية. انجي وياسمين عارفين بعض من قبل كده، وانا وسمية بس اللي غرب عنهم. المهم ابتدينا احنا التلاتة نقرب من بعض، في حين ان سمية كانت واخدة جنب وكانت شخصية غريبة، كل ما بنحاول نقرب لها وما بترضاش حد يتعرف عليها، وفضلت هي لوحدها واحنا لوحدنا. وابتدت تحصل حاجات منها غريبة، زي انها كانت بتطول في الحمام عن الوقت الطبيعي، وكنت احيانا بصحى من النوم الاقيها صاحية على السرير قاعدة وبصة لفوق في وضعية غريبة وعينيها مبرقة.
كنت بخاف وبتجاهلها، بالرغم من كده كنت بتعاطف معاها، على عكس إنجي وياسمين اللي كانوا بيرموا عليها كلام ويضايقوها، ووصل الموضوع بينهم لخناق وضرب بالإيد، وكنت بحاول أصلح بينهم. المهم، كانت أول أيام امتحانات في الكلية، ورحنا وامتحنا ورجعنا وكنا بنذاكر المادة اللي بعدها، وكنت مندمجة في المذاكرة. وحصلت مشكلة كبيرة، كانت إنجي لقت إن في لبس من عندها مش موجود، فاتهمت سمية وقتها وإنها حرامية. والغريب إن سمية كانت بتتعامل ببرود وهدوء ما شفتهوش قبل كده، وإنجي فضلت تفتش في حاجتها لحد ما لقت الحاجة اللي ضايعة منها. إنجي اتنرفزت وضربت سمية جامد، وما كانش في حد بيحوش. بالرغم من كده سمية كانت مستسلمة، وكأن إنجي بتضرب في حد ميت. جت المشرفات والموضوع وصل للمديرة، وقرروا يحلوا الموضوع تاني يوم، وكلنا رجعنا لسرايرنا ونمنا. وفي نفس الليلة قبل صلاة الفجر السكن كله يصحى على صوت صريخ جامد جاي من ناحية الحمامات. صحيت مفزوعة وخرجت جري ناحية الحمامات، وكان في تجمع كبير وأنا بحاول أوصل للحمام أشوف فيه إيه. ووصلت، وفجأة سمية كانت على الأرض، والدم في كل مكان، على الحيطان، في الحوض، وعلى المراية، وكل جلد على جسمها متقطع، واللحم نفسه باين، ووشها كمان. مش قادرة أنسى منظرها ساعتها. جم الإدارة ومنعوا أي حد يدخل، والشرطة جت وتم التحقيق معانا كلنا في اللي حصل. وطبعا كله أجمع إن في الليلة دي هي اتخانقت جامد مع إنجي، وأكيد هي المشتبه الأول في اللي حصل. إنجي كانت بتعيط ومنهارة ومرعوبة، ما بتقولش غير حاجة واحدة: ما عملتش حاجة. الشرطة قبضت على إنجي واتصلوا بأهلها، ورحنا الامتحان يومها بالعافية. لما رجعنا رحنا من هناك على الشرطة أنا وياسمين علشان نطمن على إنجي ونفهم اللي حصل. محدش رضي يقول لنا حاجة خالص، وروحنا، وما كانش ينفع نسافر علشان دي فترة امتحانات. معرفناش ننام ليلتها أنا وياسمين كانت سرحانة وكانت ساكتة سكوت يخوف، وكأنها عارفة حاجة. حاولت أعرف منها أي حاجة، قالت لي مش هتصدقيني إن ليلتها سمعت سمية بتتكلم مع حد جوه الحمام، وكأن كان في حد معاها جوه، صوته مش بشري. وفضلت تقوله: أنا عمري ما هخدمك، وعمري ما هنفذ لك أوامرك ولا أخضع عليك. وفجأة صوت مرعب لشبح بيرد. ولما سمعت الصوت جريت على الأوضة ساعتها، ولقيت كنتوا نايمين، واتكلفت بالبطانية وأنا بترعش ومرعوبة من اللي سمعته. وقالت لي إن إنجي ما قامتش من سريرها الليلة دي. ما صدقتش كلامها في البداية، بس طريقتها وأسلوبها بيقولوا إنها أكيد ما بتكدبش. حاولت أنسى الكلام اللي سمعته وأهديها لحد ما نامت. تاني يوم الشرطة طلبتنا تاني كشهود في القضية، واتسألنا 100 سؤال، وكان الرد واحد: ما نعرفش ولا شفنا حاجة. وطبعا ما كانش ينفع نقول القصة اللي حكتها ياسمين. بعد أسبوع صحتني ياسمين من النوم وهي خايفة، وبتقولي إنها عاوزة تروح الحمام، بس خايفة جدا تروح لوحدها. قمت ورحت معاها، وكان قبل الفجر. دخلت وقفلت عليها، وأنا كنت مستنياها ورا الباب. الغريب إنها طولت جدا جدا. خبطت عليها ما بتردش، خبطت تاني سمعت صوتها وهي بتضحك ضحك هستيري، وفجأة صوتت جامد. حاولت بكل قوتي أفتح الباب، معرفتش. ناديت حد من المسؤولين يفتح الباب، معرفش يفتح. وفجأة الباب بيتفتح لوحده.